السلام عليكم وجمعة مباركة. ممكن نسمع الكلام ده؟ قال له ايه اكتر حاجة تزعل ربنا قوي؟ فالشيخ قال له قول انت، تخيل ايه الحاجة اللي ربنا يزعل منها قوي لما الواحد يرتكبها. قال له اظن ما فيش اكتر من ترك الصلاة. قال له لا، في اكتر من كده. قل حاجة ربنا سبحانه وتعالى يزعل مننا لما نقع فيها، وحاجة ربنا يحبك قوي لما تعملها. قال له قول انت. قال له اغلبت، فقول انت يا سيدنا الشيخ. قال له اكتر حاجة ربنا يزعل منك لما تعملها انك تكسر بخاطر مسكين. قال له اكتر من الصلاة؟ قال له قال دليلك ايه؟ قال له اقرأ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يترك الصلاة. قال لا، فذلك الذي يدع اليتيم. امشي يا دي انت من هنا، شوفش وشك هنا خالص. كسر بخاطره ولا ما كسرش بخاطره؟ وايه التاني؟ ادي اليتيم الاول، وبعد منه مين؟ المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. والتالتة اللي جايه بعدهم ايه؟ قال فويل للمصلين. الله، قال له ده صحيح، ده الصلاة دي جايه بعد اليتيم وبعد الايه؟ وبعد المسكين. قال له يعني ايه معناه؟ قال له يعني اعظم عبادة ربنا بيحبها هي جبر الخاطر. اعظم عبادة ربنا بيحبها ايه؟ جبر الخاطر. الكلمة دخلت في ذاكرة الدكتور وهو مروح، واحد جاره قال له النبي يا دكتور حماتي في المستشفى تبقى عدى عليها جبر خاطر. الله، فالكلمة دي جت مع الكلمة ديت، فالمعلومة لزجت بقى قوي. قال ايه حكاية جبر الخاطر؟ جبر الخاطر قال فكان يوم اجازة بالنسبة لي، وانا باشتري الخضار بقى للمدام ومش عارف ايه، وبعدين وانا ماشي بالسيارة كده لقيت نفسي قدام المستشفى، تذكرت كلمة جاري، فقلت اركن السيارة وانزل ازور حماته ايه؟ جبر خاطر. بيقول وانا طالع على السلم حسيت بأزمة قلبية، فعلمت انها جلطة في القلب. مين اللي بيقول؟ الدكتور. بيقول فدخلت بسرعة قلت للدكتور اللي موجود اديني حقن كذا وحقن كذا، فقال له الدكتور والله يا دكتور لو اتأخرت عنينا 5 دقائق بالضبط كانت جلطة القلب ديت انهت عليك تماما، لكن الحمد لله انت جيت في الوقت المناسب فذابت الجلطة. قال لا والله لقد جئت أجبر بخاطري مريضة فجبر الله بخاطري. جيت أجبر بخاطر واحدة مريضة، ربنا جابه هنا عشان يجبر بخاطره. اتعلموا جبر الخواطر مع الناس. الكلمة الطيبة فيها جبر خاطر، ابتسامتك في وجه الناس جبر خاطر، تمد ايدك وتسلم على الناس جبر خاطر، تواسيهم وتفرحهم وتهنيهم جبر خاطر، تزورهم وتدخل السعادة على قلوبهم جبر خاطر. اتعلموا جبر الخواطر، جبر الله بخاطركم. ولا تنسوا أبدا من سار بين الناس بجبر الخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.